جه عليا اليوم اللي يكون جوزي نايم جنبي على السرير وانا اكون بكلم واحد تاني وجوزي جنبي مش حاسس باللي بعمله من وراه. اقسم بالله ده اللي بيحصل دلوقتي، وهعرفكم كل اللي بعمله من ورا جوزي وهسيب لكم الحكم. صاحبة القصة بتقول: انا اسمي رويدة وعندي 35 سنة وكنت ساكنة في مصر الجديدة، ولما اتجوزت محمود قعدنا في شقة في مدينة بدر في القاهرة علشان نكون قريبين من الشغل بتاعه. محمود اتجوزني من 10 سنين، وقبل ما يتجوزني ما كانش فيه سابق معرفة أو قصة حب بيني وبينه، لأني كنت بحب واحد تاني وأنا في الجامعة، وللأسف غدر بيا وسابني وأنا في سنة تالتة، وحالتي النفسية بقت وحشة جدا وما بقتش عارفة أعمل إيه على الأقل عشان أرد اعتباري، لحد ما جت في دماغي فكرة إني أكلم ولد تاني وأخليه يشوفه وهو ماشي معايا، يعني علشان يندم إن هو سابني. وبصراحة كان في شلة بنات في الكلية معانا، أنا ما كنتش بكلمهم لأن أنا عارفة إن هم مقضيينها مع الشباب. بدأت أتعرف عليهم وأدخل جواهم لحد ما بقيت واحدة منهم، وحكيت لهم على اللي حصل، ومن ساعتها بقيت أتكلم مع الشباب اللي هم بيقفوا معاهم، وتعرفت على 3 شباب منهم وبقيت واحدة أساسية في الشلة دي. وبصراحة هم اللي فتحوا عينيا على حاجات عمري ما فكرت فيها ولا فكرت أعملها ولا كنت أعرفها أصلا. الموضوع بدأ لما عرفت منهم إن هم بيتجمعوا في بيت واحدة من صحابنا اللي أهلها أصلا عايشين برا مصر وحالتهم المادية كويسة جدا، وصاحبتي دي عايشة حاليا مع خالتها، والمكان اللي بيتجمعوا فيه ده عبارة عن فيلا وفيها مزرعة كبيرة. الفيلا دي بتاعت أهلها ومقفولة ومحدش بيروحها خالص، وهي قاعدة في مصر بس لحد ما تخلص الكلية وبعد كده هتسافر لهم. مكان الفيلا دي في منطقة في الجيزة. المهم لقيتهم بيتفقوا قدامي على الميعاد اللي هيروحوا فيه الفيلا دي، واللي عرفته ان في شباب من صحابنا بيروحوا معاهم، وطلبوا مني اروح معاهم علشان اغير جو وكده. احنا عددنا في الشلة دي 4 بنات و3 شباب، وانا وافقت اروح معاهم، وقالولي ان اليوم اللي بيروحوا فيه الفيلا دي مش بيروحوا الجامعة. قالت لي احنا بنيجي هنا قدام الجامعة بس علشان نتجمع، وبنركب العربيات وبنمشي. المهم اتفقوا على يوم خميس، وكان فاضل حوالي 4 أيام، وانا بصراحة كنت مترددة جدا ومش عارفة اقول لماما ولا لأ حاجة زي كده، بس طبعا لو كنت قلت لها عمرها ما كانت هتوافق اصلا، فانا قررت ان انا مش هتكلم معاها ومش هعرفها اي حاجة. وجه يوم الخميس الصبح رحت عند الجامعة، لقيتهم كلهم واقفين لحد ما اتجمعنا كلنا، وكان معاهم عربيتين، والعربية اللي ركبت فيها كان اللي بيسوقها صاحبنا واسمه عمرو. كان في واحدة قاعدة جنبه في العربية من قدام اسمها شيرين قعدت جنبه. المهم انا قعدت ورا، وفي واحد صاحبنا اسمه عادل قعد جنبي، وركبنا العربيات واتحركنا. وعمرو في اليوم ده كان مشغل اغاني حلوة قوي في العربية طول الطريق، فكرتني باللي كنت مرتبطة بيه ومتعلقة بيه، لدرجة ان انا من الاغاني دي قعدت ادمع وفعلا عيطت وانا في العربية. واللي خد باله ان انا كنت بعيط هو عادل اللي كان قاعد جنبي. لقيته قرب مني وقال لي: مالك بتعيطي ليه؟ في حاجة حصلت؟ قلت له: لا مفيش. المهم فضل يتكلم معايا لحد ما خلاني هديت وبطلت عياط. واللي لاحظته انه وانا بعيط حسيت انه بيحط ايده على ظهري علشان يطبطب عليا، وانا اصلا
مستحيل اني اسمح لحد ان هو يلمسني او يقرب مني كده. بس مش عارفة ازاي ما اتكلمتش وقتها او قلتله حاجة وهو بيعمل كده. ولما بقيت كويسة قلتله خلاص تمام انا بقيت كويسة، علشان يبعد عني ويرجع يقعد مكانه. بس بالعكس، فضل قاعد جنبي لحد ما وصلنا قدام باب الفيلا الساعة 10 الصبح. نزلنا من العربيات، وكان مكان الفيلا في منطقة تعتبر فاضية جدا ما فيهاش حد. المنطقة كلها عبارة عن مزارع كبيرة وفلل، وما فيش حد ماشي في الشارع. أول ما نزلنا من العربيات، صاحبتي صاحبة الفيلا راحت فتحت الباب الحديد الكبير بتاع الفيلا ودخلوا عربيات جوه، ودخلنا وراحت قافلة الباب تاني. اتمشينا شوية لحد ما وصلنا للفيلا نفسها. المهم دخلنا وقعدنا نرتاح شوية من الطريق، وبعدها بدأوا صحابي كل واحد فيهم يدخل في أوضة ويغير هدومه. ولقيت ال3 شباب صحابي دخلوا ولبسوا شورتات وتيشيرتات. واللي اتفاجئت بيه صحابي البنات لما دخلوا وغيروا هدومهم لقيتهم لابسين حاجات فوق الركبة ولبس انا مقدرش اقعد بيه في البيت بتاعنا. وانا كنت بلبسي طبعا، وما كنتش عاملة حسابي اني اغير هدومي برا البيت لاني عمري ما عملت كده. قالولي هو انتي مش جايبة لبس تاني علشان تقعدي يعني وكده؟ قلت لهم لا. قالولي خلاص مش مشكلة، قضي النهاردة كده وبعد كده تبقي تعملي حسابك في لبس تاني علشان تقعدي براحتك. قلت لهم ماشي. المهم حضروا الفطار وفطرنا، وبعدها بربع ساعة لقيت كل واحد من الشباب دخل هو وواحدة من صحباتي البنات أوضة. وقبل ما يدخلوا الأوض لقيتهم بيهزروا معايا وبيقولولي إن احنا عندنا مشاكل عاطفية مع بعض وهنحلها على انفراد. وكل واحد فيهم خد واحدة ودخل أوضة وقفلوا عليهم. عرفت طبعا إن هما بيعملوا حاجات مع بعض، وأنا عمري ما فكرت إني أعمل كده أبدا. بس من ساعة ما دخلوا وفي الوقت اللي أنا كنت قاعدة فيه لوحدي برا وهم جوه مع بعض، حسيت بغيرة جامدة قوي وخلوني أشك في نفسي، وحسيت إني أقل منهم بكتير جدا مع إني أجمل واحدة في صحابي البنات كلهم. فضلت قاعدة برا وأنا متضايقة جدا. وبعد حوالي ساعة لقيت أول 2 من صحابي خرجوا من الأوضة. هو خرج الأول ودخل الحمام، وبعدها بشوية هي خرجت، ولقيتها زي ما تكون دايخة أو مش قادرة تقف. لقيتها جت قعدت جنبي لحد ما صاحبنا خرج من الحمام. فأنا بتريق عليها وبقول لها إيه الأخبار، يا ترى المشكلة اتحلت ولا؟ راحت ضحكت كده وقالت لي المشكلة دي ملهاش حل. المهم بدأت أتخيل في الوقت ده إني أكون مكان واحدة من البنات دي، وإن في حد معايا يخليني أعيش الإحساس ده. وفي نفس الوقت أنا عمري ما هطلب كده، بس من جوايا فعلا كنت محتاجة لكده قوي. كنت محتاجة أعرف هما بيحسوا بإيه. وطبعا أنا فعلا ما طلبتش من حد كده، وفي نفس الوقت كنت خايفة على نفسي. فقلت لصاحبتي اللي خرجت دي، قلت لها هو انتي مش خايفة على نفسك؟ قالت لي لا لا ما تقلقيش، عاملين حسابنا. قلت لها طيب ما تفهميني عاملين حسابكوا ازاي يعني؟ قالت لي لما تكبري هبقى اقولك. دمي اتحرق قوي وقتها اول ما قالت لي كده. قلت لها بصي انا عاوزة اطمن، طالما جيت معاكم هنا يبقى لازم اعرف كل حاجة. قالت لي هتكتمي السر ولا؟ قلت لها اقسم بالله انا اصلا ما بتكلم مع حد، وبعدين انا دلوقتي مليش اي صحاب غيركم. قالت لي من الاخر كده احنا بنعمل كل حاجة بس مش بنقرب من تحت، ولازم تقدري تتحكمي في نفسك علشان في الوقت ده لو انتوا الاتنين ضعاف هتبقى مشكلة. قالت لي احنا متعودين وعارفين بنعمل ايه،
فالموضوع بالنسبة لنا عادي. قلت لها تمام خلاص. قالت لي ايه، عاوزة تجربي؟ سكت وما ردتش عليها وكنت مكسوفة جدا. قلت لها هجرب ايه؟ قالت لي انت بتستعبطي. قلت لها لا والله، بس هجرب ايه يعني؟ قالت لي مش عايزة تجربي وتعملي زي ما بنعمل؟ قلت لها وهعمل كده مع مين اصلا، وكل واحد واخد واحدة. قالت لي لا عادي، احنا اصلا كل مرة بنبدل، فعادي يعني الموضوع ده عاملينه لمزاجنا، مش شرط علشان حد يكون معايا اكون بحبه، فهماني؟ قلت لها فهماكي. قالت لي بصي، انا هكلم عمرو كمان شوية كده انه يحاول يقرب منك ويلغيكي، ولما يطلب منك تدخلي معاه ابقي ادخلي، وانا مش هقوله اننا اتكلمنا في اي حاجة. قلت لها ماشي. كانت الساعة وقتها بقت 12 الظهر، وكانوا كلهم خلاص خرجوا من جوه، وقالوا ان هم هيخرجوا يقعدوا برا الفيلا في الهوا شوية. وجينا واحنا خارجين لقيت صاحبتي قالت لي خليك انتي هنا وانا هكلم عمرو برا وهخليه يجيلك. وخرجوا كلهم وانا فضلت قاعدة، وكنت قلقانة جدا في الوقت ده، وفي نفس الوقت المكان كله بقى فاضي ومفيش حد معايا خالص جوه الفيلا. وبعد حوالي 10 دقايق لقيت عمرو جالي وقال لي القمر قاعد لوحده ليه؟ قلت له لا مفيش حاجة، بس انا مش حابة اخرج يعني. قال لي وانا كمان ماليش مزاج اخرج، ايه رأيك ندخل؟ قلت له ندخل فين؟ قال لي هنا. وراح جالي ومسكني من ايدي ومقومني ومشي بيا لحد باب الأوضة ودخلني، وانا كنت خايفة قوي. قلت له عمرو، انا اول مرة في حياتي اكون في الموقف ده وخايفة قوي. قال لي بصي، مش عاوزك تخافي من اي حاجة، ولو حسيتي مني باي حاجة ضايقتك سيبيني وامشي. اول حاجة عملها اول ما قفل الباب راح واخدني في حضنه، وفضل حاضني كتير قوي لحد ما حسيت اني بقيت مطمنة جدا، وحسيت ان انا عاوزة افضل في حضنه طول اليوم. وكنت ساعتها ساندة راسي على صدره، وكان عمال يكلمني عن جمالي وقد ايه هو فرحان وسعيد ان انا بين ايديه دلوقتي. وحسيت وقتها ان انا عايشة في عالم تاني، عالم مش عاوزة اخرج منه ولا عاوزة الوقت يخلص. لحد